السلام عليكم. شوفوا يا إخوة، هذا الزنديق الأشعري كيف يحرف الرحمن على عرش السواء. كلامه الأخير ينقض أول كلامه، وهذا هو دأب أهل البدع والزندقة. سوف نرد على كل تدليساته وتلبيساته وضلالاته نقطة بنقطة بإذن الله. نسمع ثم نرد. بقول له صدق الله ونؤمن بهذه الآية، لكن أنت بسبب عدم فهمك للغة العربية ذهبت إلى معنى فيه تشبيه الخالق بالمخلوق ففسدت عقيدته. ذهب إلى أن الله جلس على العرش واتخذ العرش. هذا ليس كلام أهل السنة والجماعة فقط، بل هذا كلام السلف وكلام النبي وكلام الصحابة، بل وكلام علماء الأشاعرة مثل ابن عربي الأندلسي المفسر المعروف تلميذ الغزالي، ويقولها منه ابتداء وليس نقلا عمن سلفه وسبقه، في أن الله يجلس على العرش ويجلس معه رسوله على العرش. ليس فقط الله الذي يجلس على العرش، بل يجلس معه نبيه عليه الصلاة والسلام على العرش. وكذلك ابن حجر الذي تنسبونه إليكم، ابن حجر العسقلاني، وكذلك عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي تنسبونه إليكم، ومجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس الذي قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات في حياتي، تلاوة وحفظا وتفسيرا. تلاوة يعني بالأحكام، وحفظا عن ظهر قلب، وتفسيرا. وابن عباس قال 4 أو 5 كلمات لم يكن يعرف معناها، وبعدها فهمتني علمها. قال يعني أعرف كل تفسير القرآن. نسمع. مكانا له، فأقول له يا هذا، ما فكرت بأن العرش مخلوق؟ الله عز وجل أزلي ليس له بداية، حتى ما يدخل واحد بسين وجيم وكذا بقول له نحسم الموضوع. رب العالمين أزلي ليس له بداية، هو الأول ما فيها خلاف، وكل ما سوى الله مخلوق. الله وصفاته، الله أزلي، صفات الله أزلية، كل ما سوى الله مخلوق، لأن الله قال وخلق كل شيء. فبالتالي والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري كان. هنا سوف يبطر الحديث كعادة أهل البدع. اسمعوا. الله ولم يكن شيء غيره، فإذا كل ما سوى. والله قال سبحانه وتعالى في سورة المعون ويل للمصلين وأنت تصلي الويل لك. سوف تقول لي لا، أكمل الآية حتى يتبين لك المعنى. أقول لك أحسنت، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. وإذا أنت أكملت الحديث يتبين لك المعنى. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. يلا. الله مخلوق. شو تعريف المخلوق؟ المبرز من العدم إلى الوجود. إذا العرش ما كان موجود وجد، السماوات، المكان، الزمان إلى آخره. فقبل أن يخلق الله العرش، الله أزلي فكان موجودا قبل العرش بلا عرش، وقبل السماء بلا سماء، وقبل الزمان بلا زمان، وقبل المكان بلا مكان. وبعد أن خلق هذه الأشياء لا ينتقل إليها، لأن الله أكبر. كان الله ولم يكن شيء غيره ولا معه ولا بعده قبل العرش والزمان والمكان والجهات ال6. قبل أن يخلق كل المخلوقات كان وحده بذاته طبعا، لأن لله ذات. ومن هنا سوف تجدون أنفسكم مجبرين على القول بأن الله فوق العرش بذاته وفوق مخلوقاته بذاته. نحن نقولها اعتقادا وأنتم تقولونها اضطرارا لأنكم عندكم حل آخر. قال يعني قبل أن يخلق الله الزمان والمكان والعرش والماء وكل المخلوقات كان وحده. طيب، وبعد ما خلقهم هل بقي خارجهم وفوقهم بذاته أم دخل فيهم وامتزج بهم؟ ما عندك إلا خيارين. الخيار الثالث هذا حتى الملحد لا يقول به. إما أن الله بعدما خلق المخلوقات بقي خارجهم ومنفصلا عنهم وفوقهم بذاته، أو أنه دخل فيهم وامتزج بهم. إن قلت الأول فقد عدت إلى أهل السنة، وإن قلت بالقول الثاني فأنت جهمي حلولي، وإن قلت بعدما خلق المخلوقات أصبح لا داخل ولا خارج الكون فأنت أكفر من الملحد.
لأن هذا كلامك هذا معناه أنه انعدم بعدما أوجد المخلوقات من العدم، انعدم هو سبحانه وتعالى، لأنه إما أن يكون خارج الكون أو داخل الكون، إما أن يكون خارج مخلوقاته وفوقهم أو داخل فيهم وممتزج بهم. أما لا داخل ولا خارج، هذا هو عين الإلحاد ووصف الله بأنه انعدم بعدما خلق مخلوقاته وأوجدهم، انعدم لأنه لم يعد لا داخلهم ولا خارجهم. نكمل. النقلة تتغير، والذي يتغير هو محتاج لمن غيره إلى الصفة التي تغير. اسمعوا، ركزوا معها. قال لك الذي يتغير محتاج إلى غيره ليغيره. اسمعوا، هذا كلام سوف ينقضه في آخر الفيديو. اسمعوا إليها، والمحتاج لغيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. عشان هيك شو بنقول إحنا؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. أنتم الأشاعرة تشترطون الآية المحكمة والحديث الصحيح المتواتر لإثبات العقيدة، فإذا احتججنا بآية متشابهة تقولون هذا لا يجوز أن نثبت العقيدة بالآية المتشابهة، ولا يجوز أن نثبت العقيدة بالحديث، يعني بخبر الأحاد، لأنه ظن الدلالة، وكذلك الآية ظنية الدلالة، الآية المتشابهة. لهذا يجب الآية المحكمة قطعية الدلالة، والحديث الصحيح المتواتر الذي هو قطع الدلالة. طيب، من أين جئتم بكان الله ولم يكن كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما عليه كان؟ تدرون هذا الكلام من كلام مكذوب ولسيدنا علي منسوب، ثم يحتجون به في إثبات العقيدة. أرأيتم هذا التناقض؟ يردون كلام الله الذي حكموا عليه بأنه متشابه وخبر الأحاد، يعني كلام النبي، بحجة أنه ظن الدلالة، ولكنهم يثبتون العقيدة بكلام مكذوب على صحابي. حتى وإن كان هذا الكلام صحيح عن سيدنا علي، لا يؤخذ به في العقيدة عندكم أنتم يا أشاعرة، لأنكم تشترطون الآية المحكمة والحديث الصحيح المتواتر. نكمل. فمعنى الرحمن على العرش استوى، بدي أرجع لكلمة استوى في لغة العرب. إلها نحو 14 معنى. يقال استوى القمر أي تم واكتمل فصار بدرا. استوى الطعام نضج، نفس الكلمة معنيين مختلفين. الشاعر قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يعني تعرفون إيش ما اسم هذا الشاعر؟ ولا هذا الشاعر نصراني اسمه الأخطل، نصراني، وهم يتحرجون من قول الشاعر النصراني. يقولون إما يقولون أنه قال الشاعر، أو يقولون قال الشاعر العربي الأخطل، ولا يقولون الشاعر الأخطل النصراني، علما أن هذا البيت الشعري لقد استوى بشر على العراق من دون سيف أو دم مهراق، هذا البيت لم يثبت في دواوينه، غير موجود، مكذوب. شفتوا سبحان الله، من اشترط أو من رد الآيات، آية الله وكلام النبي بحجة أنه خبر أحد وآية متشابهة، أوقعه الله في شر فعله، أصبح يحتج بكلام مكذوب على بشر ومنهم كفار نصارى. نكمل. استوت على الجودي سفينة نوح، استقرت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شايف أكثر من كل واحدة إلها معنى. بلغ أشده عن سيدنا موسى، واستوى أي قوية واشتد. الرحمن على العرش استوى، إيش في من معاني استوى التي تليق بجلال الله؟ هل يقال استوى اكتمل مثل القمر؟ لا. الذي قال ذلك يقول معناه أنه كان ناقصا. إذا شو معنى حاشا لله؟ من معاني استوى في اللغة العربية حفظ، قهر، أبقى. فقال أهل العلم والتفسير تكذب. قهر وأبقى وحفظ، هذا الاسم من معاني الاستواء. لكن معليش، مش مشكلة، أنا سوف أقبل منك لأني سوف أنسفه الآن. اسمعوا.
الرحمن على العرش استوى، أي أن الله قهر العرش وحفظه من أن يهوي فيدك ما تحته من السماوات والأرض، والعرش وحملة العرش محمولون بلطف قدرة الله، فلا يحتاج ربنا إلى عرش يحمله، ولا إلى سماء تقله، ولا إلى مكان يحويه، ولا إلى زمان يجري عليه. الله أكبر. يعني قلت أن الاستواء معناه القهر، أي قهر العرش. طيب هذا الفعل الذي هو قهر للعرش، هل فعله الله في الأزل أم فعله الله بعدما خلق العرش؟ إن قلت فعله في الأزل فقد نقضت غزلك وأثبتت أزلية العرش مع الله، وإن قلت أنه قهر العرش بعدما خلقه، وهذا هو يعني المنطق، يعني الجواب المنطقي والعقلاني والجواب الصحيح، فهنا تغير الله، لم يكن قاهر للعرش ثم أصبح قاهرا للعرش، وأنتم تقولون أن أفعال الله أزلية وليست حادثة متجددة. يلا حل هذا الإشكال يا أشعري. تنزه الله عن ذلك كله. الرحمن على العرش استوى. شفتوا كيف ولا؟ عوض أن يقول لك يعني الرحمن على العرش استوى، على واستقر، أو على وارتفع، كما قال ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وكثير من أئمة السلف، ونقل هذا الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. فسبحان الله. ويقول لك يعني الأشعري، الإمام الطبري يقول استوى، يعني كيفاش يقول فيهم؟ هي في استوى إلى السماء في سورة البقرة آية 29، وفي سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتي طوعا أو كرها قالت ائتينا طائعين. هنا قال لك يعني استوى يعني بدون حركة وانتقال، استواء ملك وسلطان، ولا ملك وسلطان وليس حركة وانتقال. هذا استوى إلى السماء وليس استوى على العرش، لأنه في سورة طه الإمام الطبري رحمه الله، وأتحدى كل أشعري زنديق يكتب لي في التعليقات تفسير الإمام الطبري لسورة طه، الرحمن على العرش استوى. والله أتحدى كل أشعري زنديق مدلس يأتيني بتفسير الإمام الطبري ليس لآية الاستواء إلى السماء 29 من سورة البقرة، والآية من سورة فصلت، ثم فهمتني، استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها والأرض ائتي طوعا أو كرها قالت ائتينا طائعين. ليس هذه، ليس استوى إلى، استوى على العرش. أتحدى كل أشعري يأتيني في التعليقات وينقل لي تفسير الإمام الطبري، لأني أنا أعلم أنهم سوف ينقلون لي كلام الإمام الطبري في استوى إلى السماء، وهذا ليس نقاشنا، نحن نقاشنا استوى على العرش. شفتوا العنوان كيف مكتوبة؟ لا، الرحمن على العرش استوى، سورة طه، الرحمن على العرش استوى. شفتها أنا مكتوبة الرحمن على العرش استوى. هذه دائما سورة طه. أتحداكم يا أشاعرة أن تأتون بالتفسير الطبري لها. والسلام على من اتبع الهدى.